السلام عليكم. اوعوا تطبخوا البتنجان او تشتروه قبل ما تسمعوا المعلومات دي. اول حاجه تشتروها كده نتايه، يعني شرطه من تحت علشان تبقى مسكره كده ومش ممرره. تاني حاجه تبقى ملساء كده ما فيهاش اي خبطه، والعنقود ده يبقى اخضر، يعني معناها ان هي لسه مقطوفه كده وفريش. وما تيجوا تشيلوها تختاروا الخفيفه مش التقيله، الخفيفه دي ما بيبقاش فيها كميه بذور كتير، فمعنى كده ان هي ان شاء الله مش هتبقى ممرره ولا حاجه. تعالوا بقى لما نطبخها هقول لكم على 3 طرق. اول طريقه الطريقه التقليديه اللي الناس كتير قوي بتعملها ومن زمان، ان هم كانوا بيحمروا البتنجان في الزيت. انا كنت كده بصراحه لحد ما لقيت ان البتنجان بيشرب كميه زيت كتير، طبعا هو عامل زي الاسفنج، فيعني الطريقه دي بالنسبه لي مش صحيه خالص، فتعالوا نركنها على جنب. تاني طريقة اللي هي شوي البتنجان، احنا بنشوي البتنجان عشان نعمل بابا غنوج او نعمل بيه اي وصفة، بس انا عايزة اقول لكم ان ممكن نشويه في الفرن، وممكن بقى اللي احلى من الفرن على البوتاجاز من فوق، طعمه وريحة التدخينة فيه تجنن. تالت طريقة ودي انا اعتمدتها وحبيتها جدا بصراحة، وعملتها كذا مرة في كذا فيديو ليا، ان انا بحط كده مسحة زيت على البتنجان من فوق ومن تحت، وبشويه على الجريل من فوق البوتاجاز، ما بياخدش وقت، ما بيشربش زيت، وبيطلع حلو جدا. وانا عملت فعلا الموضوع دوت في اخر فيديو ليا، لو انتوا عايزين تشوفوه قولوا لي وانا ابعته لكم في التعليقات ان شاء الله. او ممكن تحطوه في الفرن او في الاير فراير برضو بمسحه زيت، ان شاء الله ينفع يعني. بعد كده بقى الفوائد بتاعه البتنجان دي عظيمه، لو عرفتوها بجد مش هتبطلوا تاكلوا بتنجان ابدا. الفيديو الجاي ان شاء الله اقول لكم بقى الفوائد والاضرار بتاعه البتنجان، ولو ان شاكه ان يكون فيه اضرار والله. نعمه ربنا كلها حلوه، والف هنا وشفا، نورتوني. السلام عليكم.